سي وليد الغربي رئيس لجنة المساندة والناطق الرسمي للجنة المساندة الموقوفين ضحايا الأزمة البيئية بجربة. سي وليد تعطينا الجديد في الملف هذا. الجديد أنه تقريبا في الأسبوع الفارط تم تحويل الملف من دائرة الجنايات بعد ما قضى مدة في دائرة الاتهام، وننتظروا تعيين جلسة خلال الأسابيع القادمة. وبطبيعة الحال احنا كالعادة كلجنة عاملين حملة المساندة تاعنا، لقينا تعاطف ومساندة كبيرة. مؤخرا حضرنا في المنتدى الاجتماعي للبيئة، المنتدى الوطني، بحضور عدد كبير ياسر من الجمعيات والمنظمات المعنية خاصة بالشأن البيئي، وتحصلنا منه على بيان مساندة، وأيضا عملنا تقريرات مساندة تبنتها الجمعيات الحاضرة، تبنوها حتى بعض نواب الشعب الذي كانوا حاضرين. وأيضا اتصلنا بالمنظمات الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور كاتبها العام، وبالطبيعة كالعادة نطلبوا دعم ومساندة كل الأحرار، كل الناس اللي تهتم بالشأن البيئي، كل الحقوقيين اللي يراوا أنه ثم مظلمة تسلطت على الأربعة شبان هذوما الموقوفين جراء أزمة النفايات في جربة وتداعياتها. وكما ذكروا مرة أخرى أنه غياب الدولة وغياب السلطة وعدم تحملها في تطبيق القانون هو السبب الرئيسي للأحداث اللي وقعت، واللي جراءها هي تم إيقاف الشبان الأربعة يوم الإضراب العام. لو عندهم موقوفين أكثر من 4 أشهر، نذكروا توقيفهم كان يوم 30 سبتمبر 2014 عشية الإضراب العام الذي نظم في الجزيرة بتعاون من منظمات المجتمع المدني. سؤالي شنو خطواتكم الجاية؟ لديكم برامج خطوات تصعيدية؟ بطبيعة الحال احنا اللجنة تجتمع تقريبا أسبوعيا، فما برنامج عمل، فما أيضا الحقيقة أن دائرة المساندة تتسع، وحتى أصبحت ليس فقط محليا ووطنيا. في المنتدى حصلنا على مساندة حتى من بعض المنظمات البيئية الدولية. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين بكثافة وباش نعرضوا قضيتنا في المنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي سينظم في مارس الجاي. وعندنا بعض الخطوات الأخرى اللي باش نقوموا بها، من بينها ندوة صحفية وطنية لتوضيح الملف هذايا، وتوضيح خاصة يعني الحيف واللي وقع في القضية هذه، وأيضا باش يكونوا يعني أيضا نوضحوا المعاناة اللي يعني فيها أهالي الضحايا هذوما، معاناة مزدوجة، معاناة من النفايات، معاناة صحية، معاناة بيئية، ونضاف لها في نهاية الأمر إيقاف 4 شبان هذوما يعني لمدة أكثر من 4 أشهر. شكرا سويد، إن شاء الله بالتوفيق.